إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا وحبيب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نحاول الإجابة على بعض أسئلة الأخوات في هذا البرنامج فتاوى النساء. والسؤال تسأل عن إذا انكشف شيء من شعر المرأة في الصلاة. إذا انكشف شيء يسير من شعر المرأة في الصلاة ويكون هذا خارجا عن إرادتها، فإن الصلاة صحيحة ولا إعادة عليها. وهذا في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعند الإمام أحمد في أحد قوليه. أما إذا انكشف شيء كثير من شعر المرأة في الصلاة فإنه يتعين عليها أن تعيد الصلاة، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. السؤال الثاني: ظهور قدم المرأة في الصلاة. ظهور قدم المرأة في الصلاة من المسائل التي فيها نزاع بين سادتنا وأئمتنا الفقهاء. أبو حنيفة يجيز هذا، يجيز كشف قدم المرأة في الصلاة. إذن هو من المسائل المختلف فيها عند سادتنا الفقهاء. السؤال بعد ذلك: صلاة القاعد بالنسبة لمن يصلي الفريضة. صلاة القاعد بالنسبة لمن يصلي فريضة إذا كانت حالته لا تسمح له بالقيام فصلاته صحيحة، ولكنه إذا كان قادرا على القيام في صلاة الفريضة ويصلي وهو قاعد تبطل صلاته وعليه أن يعيد الصلاة. هذا بالنسبة لصلاة الفريضة. أما إذا كانت الصلاة نافلة وصلى وهو قاعد وهو قادر على القيام لا حرج ولا بأس، والصلاة صحيحة، ولكن مع نقصان الأجر. السؤال: أيها أفضل، صلاة القضاء أم صلاة النوافل؟ لا، صلاة القضاء بالنسبة للصلاة الواجبة التي هي من الفروض هي أولى من صلاة النوافل. أن ينشغل المسلم بقضاء ما فاته من صلاة بالنسبة للفرائض أولى من أن ينشغل بأداء نوافل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال: متى يقضي ما عليه من صلاة فائتة؟ الصلوات الفائتة التي تقضى لم يحدد الشرع وقتا محددا، ولكن في سائر الأوقات كان يصليها في وقت فراغه، يصليها بين الصلاتين، يصليها عقب الصلاة، وهكذا. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا قضاء الصلاة صلاها الرسول وصلاها الصحابة بالوجهين. صلى كذلك بالنسبة للشق الثاني من السؤال، بالنسبة لصلاة السنن مع
صلاة الفريضة الفائتة، هل تصلى معها السنن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالسنن وصلى بدون السنن، يعني اكتفى بصلاة الفريضة في بعض الأحوال كما حدث في يوم الخندق، وصلى بالسنن كما حدث أيضا في عام حنين. بالنسبة لتغطية المرأة ليديها في الصلاة، يعني تغطية المرأة يديها في الصلاة هذا من نوع من أنواع التكلف، من أنواع التكلف، لأنه يباح لها كشف يديها في الصلاة، وهذا يعني نستند فيه إلى حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، والذي رواه خالد بن دريك عن عائشة أم المؤمنين، وإن كان السند فيه انقطاع إلا أنه يعمل به ويؤخذ به، فلا حرج من كشف المرأة لكفيها في الصلاة. السؤال بعد ذلك: بالنسبة للحائض إذا انقطع دمها هل يطأها زوجها؟ لا يطأها في الأعم الأشهر من أقوال سادتنا إلا بعد أن تغتسل، يأتي الوطء بعد اغتسالها إذا كانت قادرة على الاغتسال، يعني إذا لم يكن هناك عائق يعوق بينها وبين الغسل. وإذا كان هناك عائق يعوق بينها وبين الغسل كعدم وجود ماء أو أصابها مرض والغسل يؤثر عليها بالضرر أو يعيق شفاءها أو يؤخر شفاءها، فلها أن تتيمم. السؤال بالنسبة يسأل عن وطء الحائض، هل يجوز؟ لا، باتفاق الأئمة لا يجوز أن يطأ امرأته وهي حائض أو نفساء، لا يجوز. وعدم الجواز هنا لأن التحريم موجود في النص القرآني الكريم وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، وأجمع الفقهاء على هذا، على أن وطأ الحائض في حال حيضها يحرم، وطء النفاس في حال نفاسها يحرم، ولكن له أن يستمتع بالحائض أو النفساء ما هو فوق الإزار، ما فيش مشكلة تمام، إنما في المكان هذا لا يجوز، يحرم. السؤال بالنسبة لقراءة النفساء للقرآن الكريم، قراءة النفساء للقرآن الكريم أرجح الأقوال أنها إذا كانت تخشى نسيان القرآن الكريم فلها أن تقرأ ولا بأس ولا حرج، ولا حرج، ولكن يعني شرط عدم مساس المصحف، المصحف، ممكن تقلب بسواك، تقلب بقلم وما إلى ذلك من أمور، أو أنها يعني تحفظ عن ظهر قلب وتخشى النسيان فتقرأ، لا حرج في هذا، لا حرج أن تقرأ القرآن وأن تردد مع المؤذن وهكذا. هذا ما تيسر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.